السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير مرضى بيجوني يا دكتور، أنا لما أستخدم العطور بيصيبني صداع. هل هذا حقيقي؟ يعني ممكن يصيبني صداع لما أستخدم بعض العطور؟ الجواب، ولكن قبل ما نبدأ في الجواب أتمنى عمل لايك وتعليق واشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. بعض الأشخاص يعانون من الصداع أو حتى الصداع النصفي عند التعرض للعطور. هذا النوع من التفاعل قد يكون ناتج عن عدة أسباب، منها الحساسية أو التحسس بعض المكونات الكيميائية في العطور مثل الكحول أو الزيوت العطرية الاصطناعية، ممكن تسبب تهيج في الجهاز التنفسي أو تثير تفاعلا تحسسيا يؤدي إلى صداع. الروائح القوية أو النفاذة قد تحفز مناطق معينة في الدماغ مما يؤدي إلى صداع، خاصة عند الأشخاص الحساسين للروائح. 3. الصداع النصفي. لدى بعض مرضى الصداع النصفي تعتبر العطور أحد المحفزات الشائعة لنوبة الصداع النصفي. 4. سوء التهوية. استخدام العطور في أماكن مغلقة أو غير جيدة التهوية يمكن يزيد تركيز الروائح في الهواء مما يزيد احتمالية الإصابة بالصداع. نصائح لتجنب الصداع من العطور: تجنب العطور القوية أو ذات الروائح الصناعية. جرب استخدام العطور الطبيعية أو الزيوت الأساسية بعد اختبارها بكميات صغيرة. استخدم العطور أو العطر في أماكن جيدة التهوية. إذا كنت تعرف نوع العطر أو المكون اللي بيسبب الصداع حاول تجنبه تماما. إذا كان الصداع متكرر أو يزداد سوء عند استخدام العطور يفضل استشارة الطبيب المختص زي مثلا طبيب الأنف والأذن والحنجرة أو طبيب الأعصاب. هذه معلومتنا القصيرة والمختصرة لهذا اليوم، أتمنى تكونوا استفدتم من هذه المعلومة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.